أهلا بكم في حلقة جديدة من سينما تكنيك، والنهاردة هنتكلم عن الموسيقى في السينما. الموسيقى في السينما ليها دور كبير جدا منذ بداية صناعة السينما، وده كان مع الأفلام الصامتة. كنا بنلاقي ساعتها الأفلام بيجيبوا يا إما أوركسترا تعزف والفيلم شغال عن طريق نوتة موسيقية، أو إن هم يرتجلوا مع أحداث الفيلم، وكانت أحيانا الفرقة دي هي اللي بتعمل المؤثرات الصوتية بتاعة الفيلم. وفي أوقات تانية كانوا بيحطوا فونوجراف في السينما يشغل موسيقى بحيث ان هي تبقى ماشية مع احداث الفيلم بشكل غير رسمي. ولكن بمجرد ما قدروا ان هم يربطوا شريط الصوت بشريط الصورة وقدروا ان هم يخلوا الموسيقى ترتبط باحداث الفيلم، هنا اتولدت الموسيقى التصويرية. ايه هي الموسيقى التصويرية؟ هي مقطوعة موسيقية متألفة مخصوص للفيلم، بتشتغل في خلفية الاحداث بتاعة الفيلم في مشهد معين او مجموعة مشاهد، وبتبقى هدفها ان هي تدي صبغة للمشهد بشكل ما، او ان هي تضخم الشعور فيه، سواء كان شعور عاطفي او شعور مخيف او شعور بالرهبة، او ان هي تدي احساس عام ان الاكشن سريع. واوقات كتير بترتبط الموسيقى التصويرية بايقاع الفيلم نفسه. الموسيقى التصويرية ليها نوعين. اول نوع اسمه فيلم سكور، مجموعة من النوتات والالحان الموسيقية متألفة مخصوص للفيلم وبتتعزف وبتتسجل مخصوص للفيلم. النوع الثاني هو OST او ساوند تراك، ودي بتبقى مجموعة من المقطوعات الموسيقية أو حتى الأغاني اللي مش أصلية، يعني متاخدة من حتت تانية أو كلاسيكية قديمة زي في أفلام ستانلي كوبريك، وممكن تكون معمولة مخصوص. ولكن لما بيكون في ميكس ما بين الموسيقى الغير أصلية والموسيقى اللي معمولة مخصوص للفيلم اللي هي الموسيقى الأصلية، ساعتها بنسميه ساوند تراك. زي ما شفنا مثلا في فيلم مامي اللي احنا عملنا فيديو عنه، ازاي المخرج استخدم مجموعة من الأغاني عشان يحطهم في سياق الدراما. ايه هي استخدامات الموسيقى التصويرية؟ اول استخدام هو الجو العام، ودي حاجة بنستخدمها مثلا عشان يحدد لك اذا كان في الارض او في الفضاء، في المكسيك، في دولة عربية، في دولة أفريقية، وهكذا بالشكل ده عن طريق الموسيقى. فهو ممكن هنا يديك اكسبوزيشن للقصة نفسها من غير ما يكتب لك حاجة ومن غير ما يوضح لك أي حاجة تانية، بس عن طريق الموسيقى. وممكن يتم استخدام آلات حديثة جدا أو آلات صناعية وديجيتال جدا لتوضيح إن إحنا مثلا في المستقبل أو إن إحنا في الفضاء، زي ما شفنا مثلا في فيلم انترستيلر. وجدير بالذكر هنا ان انترستيلر اتعمل الساوند تراك بتاعه بالكامل بعد ما هانز زيمر الموسيقار الكبير قرا ورقه واحده بس كتبها له المخرج بتلخص الفيلم بشكل غامض شويه عشان ما كانش عايز يسرب قصه الفيلم، فكتب له ورقه واحده بس واداها له، وعن طريق الورقه دي كتب الساوند تراك بتاع الفيلم بالكامل. تاني استخدام للموسيقى التصويريه هو المود. المود هو احساس الشخصيات جوه المشهد، زي الغضب، الخوف، الوحدة، الألم، وده ممكن يوصل لنا عن طريق التصوير والإضاءة زي ما اتكلمنا قبل كده، وممكن برضو يوصل لنا عن طريق الموسيقى. ثالث استخدام هو التون. التون هو إحساسنا بقى إحنا كمشاهدين، أو اللي المفروض نحسه كمشاهدين، زي إحساسنا من الغضب من ظلم معين، أو إحساسنا بالاسترس، أو إحساسنا بالتشويق، إحساسنا بالخوف. كل ده ممكن يتم عن طريق الموسيقى، ويتم عن طريق نوتات موسيقية معينة تستفز المشاعر دي فينا. وده ممكن أوقات كتير يشتغل على العقل الباطن، فزي فيلم مثلا لورد اوف ذا رينجز أو ملك الخواتم، لما كان هوارد شور الموسيقار الكبير، كانت الموسيقى بتاعة الفيلم ده كل شخصية كان ليها نوتة موسيقية معينة، وكنا بمجرد ما الشخصية دي تيجي النوتة بتاعتها بتشتغل في الخلفية من غير ما نحس بيها. ولكن لما بيجتمعوا الشخصيات مع بعض كانت النوتات دي كلها بتلتحم مع بعض، فبتعمل ميكس ما بينهم، ودي كانت عبقرية من الموسيقار اللي ألف الموسيقى دي. وأوقات كتير طبعا زي أفلام مارفل بتكون الموسيقى موجودة بس عشان تعمل إحساس بالدوشة، عشان تملى فراغ وتحسسنا إن الأكشن سريع جدا، ودي غالبا بتبقى موسيقى صاخبة ومزعجة جدا ومحدش بيفتكرها بعد الفيلم. رابع استخدام هو الاستفزاز. أوقات كتير الموسيقى بيبقى ليها دور إن هي تستفزنا، تستفز شعور من جوانا، وبيكون ليها دور معين جوه أحداث القصة. زي مثلا في فيلم سايكو للمخرج الكبير ألفريد هيتشكوك، شفنا ازاي في مشهد القتل في الحمام كانت الموسيقى صاخبة جدا، ونوتة واحدة رايحة جاية رايحة جاية مع ضربات السكينة. الموسيقى هنا كانت أداة عشان نحس بنصل السكينة ونشعر بالألم اللي بتحس بيه الشخصية اللي بتتضرب، ويضخم الشعور بالسكينة وبالحادثة نفسها،
دي كانت عبقرية من هيتشكوك نفسه. وطبعا كالعادة القاعدة الذهبية في الموسيقى في الأفلام، لو عايز تعرف تأثير الموسيقى في المشهد قوي قد إيه، شوف المشهد بالموسيقى وشوفه تاني من غيرها، هتلاقي تأثير مختلف تماما. مهنة الملحن في السينما مهنة مهمة جدا، وفي ملحنين كتير دخلوا التاريخ بموسيقاهم اللي علمت معانا، زي هانز زيمر وهوارد شور وإنيو موريكوني وعمار الشريعي وراجح داود. في كل مكان وفي كل قارة ناس هم دول بتوع الموسيقى اللي فيها، هم دول اللي ما بننساش نهائيا الموسيقى بتاعتهم، زي موسيقى ستار وورز او موسيقى لورد اوف ذا رينجز او موسيقى انترستيلر او موسيقى فيلم الكيت. كل الحاجات دي علمت في دماغنا، واحيانا كتير الموسيقى بتعلم اكتر من الفيلم نفسه. ولكن استخدام الموسيقى ممكن يبقى عيب لما يطغى على الدراما نفسها ويبقى زيادة جدا. الموسيقى دورها المفروض ان هو شبه مخفي، فلما احيانا كتير مخرجين بيستخدموا الموسيقى بشكل زايد جدا عن الحد، ودي غلطة بيقع فيها كريستوفر نولان في أفلامه. لما مثلا في فيلم تينت، الفيلم الموسيقى فيه كانت أعلى بكتير جدا من صوت الممثلين، ففي أوقات كتير أنت ما كنتش تسمع هما بيقولوا إيه. نفس المشكلة كانت موجودة في دارك نايت، في انترستيلر. فدي مشكلة عند المخرجين اللي في العموم بيبقى عندهم حتة العواطف، وإن هم يمثلوا عواطف الشخصيات ضعيفة شوية، فبيعوضوا ده عن طريق الموسيقى. وبرضه في مخرجين ما بيستخدموهاش نهائيا، زي مثلا ميكائيل هانيكا اللي شفنا له فيلم أمور، ما بيستخدمش تقريبا الموسيقى التصويرية في معظم أفلامه، يعني مش موجودة تماما طوال الفيلم. في النهاية الموسيقى التصويرية هي أداة مهمة جدا في السينما، والسينما بما إنها فن الشامل اللي بيجمع كل الفنون، فالموسيقى بتيجي تحت تجنحها. فالأداة دي لازم المخرج يستخدمها بحذر، ويستخدمها بشكل يرفع فيلمه لفوق مش ينزله لتحت، لأن هي زي ما هي ممكن تخلد فيلمك في التاريخ، هي قادرة تماما إن هي تقتله. أتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم، أحب أسمع رأيكم في الكومنتات. لو عجبكم الفيديو لايك شير سبسكرايب، وأشوفكم في حلقة جديدة من أرت لاب.